اكتر حاجة هتخلي كوبايتك مليانة على الاخر لا وكمان بتدلدق منها هي انك مش بتعبر عن اللي مضايقك. وحقيقي معظمنا عنده مشكلة مع التعامل مع الغضب، لان واحنا صغيرين ما كانتش البيئة اللي حوالينا بتساعدنا ان احنا نفهم الشعور ده او حتى ازاي نطلعه بطريقة صحية. احنا اتعلمنا ان احنا نكبت الشعور، لان الشعور ده اللي وصل لنا ان هو مرفوض ومش مقبول ان انت تغضب، وعشان ترضي اللي حواليك ما ينفعش ان انت تغضب. ويجي هنا بقى المخاوف، ان انا خايف اعبر عن اللي مضايقني لحسن الناس تتضايق، لحسن الناس تسيبني او ترفضني وابقى لوحدي في الاخر. الفكرة كلها بس انك كل ما هتحمل فوق طاقتك، وكل ما انت هتستحمل حاجات مضايقاك وتكتم جواك، انت كده كده هتنفجر في الاخر، وهتنفجر بطريقة مش صحية، وممكن تخسر الناس اللي حواليك فعلا. انت بس محتاج تتعلم ازاي تعبر عن اللي مضايقك بطريقة صحية. افتكر حاجة، انك كل مرة ما بتعبرش فيها عن اللي مضايقك عشان ترضي الناس اللي حواليك، فانت بتخسر نفسك.